كانت تلك الحرب دامية بصورة مفرطة جدا للقوات الصهيونية، وانتهت السهولة التكتيكية بالنسبة للجيش الإسرائيلي الغازي، حيث لم يجدها إطلاقا في تلك الحرب. فمنظمة التحرير الفلسطينية لم تسحق ولا تسحق، ولا يمكن سحقها ماديا أو تدمير قوتها بقوة السلاح. وإذا أكرهت على الجلاء عن بيروت فقد صمدت لهجمة رهيبة همجية دون مساعدة، وهذا هو الواقع، لكن ذلك أرضية صلبة لمنظمة التحرير الفلسطينية للانطلاق نحو هدفها المستقبلي. يا إخواني، هذه شهادة أحد الأساطين في الاستراتيجية العسكرية الفرنسية. أنا أحببت أن أقرأها فقط علشان أذكر فيليب حبيب وشارون، وأذكر من لف لفهم، وأقول لريجن أظن الصورة دلوقتي اللي موجودة في غرفة نومك مش هتنفعك، فإحنا هنا نمثل هذه الإرادة العربية، هذه الإرادة الثورية.